رسمياً، الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب داخل المرحلة جديدة وحاسمة في 2026، والبداية غتكون من قلب مدينة الجديدة. البارح اجتمع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم برئاسة رئيس الحكومة، وهذا الاجتماع ما كانش مجرد بروتوكول، بل كان إعلان على تغيير جذري في فلسفة الدعم في بلادنا. شوفوا معايا مزيان. نظام الفلوس اللي كتوصل للمواطنين الفقراء واللي في حالة هشاشة وصل المرحلة النهائية ديالو من ناحية القوانين والفئات المستهدفة. حتى الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم في مراكز الرعاية صافي تخصص لهم دعم شهري ديال 500 درهم كيتجمع ليهم حتى يوصلوا لسن الرشد باش يبداو حياتهم. لكن السؤال الكبير هو، واش الغرض من هاد الدعم هو يبقى المواطن كيتسنى التحويل البنكي كل شهر للأبد؟ السلام عليكم، أنا أحمد ياسين وهذه قناة إيفو فيتريل تولك. الجواب جاء من مدينة الجديدة اللي غتشهد افتتاح أول مقر ترابي للوكالة الوطنية للدعم. وردوا البال، هاد المقرات ما غيكونش الغرض منها غير حل مشاكل تقنية أو شكايات، لأن الدولة باقة مأكدة باللي النظام كيبقى رقمي. الغرض الحقيقي والجديد هو جوج كلمات: التتبع والمواكبة. هاد الناس اللي غتلقاوهم في مقرات الوكالة الدور ديالهم هو يدقوا على الأسر في ديورهم، يشوفوا واش هاد الدعم فعلا بدل حياة الناس، واش وليداتكم كيقراو، واش المسنين كيتلقاو الرعاية اللازمة. والهدف الأسمى هو محاربة الهدر المدرسي، يعني الدري اللي خارج من المدرسة الوكالة غتكون مع الأسرة ديالو باش يرجع يقرأ، لأن هاد الفلوس هي استثمار في مستقبل هاد الوليدات ماشي غير صدقة. هنا كنوصلوا لأخطر وأهم نقطة في هاد المرحلة: الدعم كجسر للعبور وليس كوجهة نهائية. الوكالة غتوقع اتفاقيات مع وزارات ومع شركات كبرى وحتى مؤسسات دولية باش تفتح باب التشغيل. الحكومة بغت تحيد منك صفة الفقير أو الهش عن طريق توفير شغل قار أو دعمك باش تدير مشروعك الخاص أو تكونك في حرفة كيحتاجها سوق الشغل. والقاعدة واضحة وصريحة: نهار كتلقى خدمة وكتولي مسرح بيك في الضمان الاجتماعي أو كيولي عندك دخل كافي، هنا الدعم المالي غيتوقف أوتوماتيكيا. علاش؟ باش تخرج انت من دائرة الاحتياج وتولي عوال على راسك وتخلي الفرصة لأسرة أخرى يالله غتبدا هاد المسار. هاد التوجه الجديد غيخلي الآراء تختلف، كاين اللي غيشوفها خطوة جبارة باش المواطن يحس بكرامته ويولي منتج، وكاين اللي غيتخوف من قضية قطع الدعم. وانتوما شنو بان ليكم في هاد المقايضة؟ واش هاد الطريقة ديال المواكبة مقابل التشغيل هي الحل الحقيقي للفقر في المغرب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات وقولوا لينا واش انتوما مع هاد التغيير اللي غيبدا من 2026. الله يعاونكم.